حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لا اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي جديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه. هنشوف هل حبيبك او الشخص اللي في بالك هل حاسس بحزنك، هل حاسس بألمك بوجعك، هل حاسس ان هو ظلمك، هل ضميره بيأنبه على اللي عمله معاك، هل عنده نوايا ان هو يعوضك عن كل اللي هو عمله معاك او عن الأذية اللي هو أذاها لك. فهنشوف مع بعض. بسم الله هنشوف مع بعض. بسم الله. ياه. هنكمل مع بعض. بسم الله. اوكي نبتدي مع بعض القراءة. طيب بداية كده انتم متباعدين والعلاقة دي منتهية طبعا، يعني البعد اللي حصل ما بينك وما بينه بسبب معارك وبسبب صراعات وشد وجذب. يعني كان في مشاكل ما بينكم وممكن تكون المشاكل دي مستمرة لحد دلوقتي. يعني ده كان سبب انهاء العلاقة، المشاكل المستمرة. طيب الشخص ده من الشخصيات اللي بيحب يأمر ويطاع، شخصية قيادية جدا، بيحب الناس تعمل اللي هو عايزه وفي الوقت اللي هو عايزه. اهم حاجة عنده مصلحته، وبعد كده اي حاجة تانية، مش مهم اي حاجة في الدنيا غير مصلحته هو. عنده كمان منافسة مع كل اللي حواليه، دايما حاطط نفسه في مقارنة مع كل اللي حواليه، عايز يسبق دايما غيره، عايز يكون احسن، عايز يحس ان هو الافضل، مش بيحب حد يكون احسن منه، دايما باصص للي حواليه وده تعبه قوي. تمام. بس انا شايفة ان حياته واقفة الفترة دي، وبيمر بظروف يعني صعبة مخليه مقيد، وده مسبب ليه بعض المشاكل النفسية لان هو حاسس بالعجز وهو ما بيحبش كده. الظروف دي يعني مخليه مش قادر ان هو يعمل اللي هو عايزه، محسساه بالعجز. فطبعا هو ما بيحبش شخص بالمواصفات دي، ما بيحبش يحس ان هو عاجز او ان هو مش قادر ان هو يعمل حاجة. الشخص ده قاسي وبيتعامل مع المقربين منه بقسوة، يعني حاسس ان هو شخص ممكن يبعد في اي وقت، قلبه في ايده مش بيحس بحد. تمام. وخلي بالك الوضع ده مش معاك انت بس، مع كل المحيطين بيه. بيعرف يوقف نفسه وبيعرف يتحكم في نفسه بصورة، وبيتحكم في نفسه وفي مشاعره بصورة كبيرة جدا. كمان الشخص ده عصبي متسلط، سليط اللسان، اسلوبه وحش، بيتكلم بطريقة مش حلوة، ممكن يغلط، ممكن يعني اسلوبه مش بيقول الفاظ بذيئة يعني. كمان عايزه اقول لك على حاجه، الشخص ده من النوع اللي ما بيبقاش على العشره، بيبيع بالرخيص ولا بيهمه اي حاجه، باعك بالرخيص بمنتهى البساطه وبمنتهى الرخص، لا عمل اعتبار للحب ولا للعشره ولا للمشاعر ولا اي حاجه انت عملتها له ولا اي حاجه كانت بينه وبينك. شخص قاسي جدا جدا وبياع قوي قوي. شايفاك تعبت قوي في العلاقه دي وتحملت فيها كتير قوي قوي. حاولت تصبر، حاولت ان انت تتحمل، قلت يمكن يصلح من نفسه، يمكن يغير اسلوبه، يمكن يحس بيا. فضلت في الحالة دي وقت طويل قوي لحد ما لقيت كل حاجة بتضيع منك. يعني ممكن هو بمنتهى البساطة قلب الترابيزة عليك، وممكن كمان يتهمك بأبشع الصفات، ان انت زنان، ان انت بتاع مصلحتك، ان انت غلطان في كل حاجة، ان انت فيك كل حاجة وحشة. يعني شخص بيعرف يقلب الترابيزة على اللي قدامه كويس قوي. انت حاسس ان انت زرعت شيء جميل، لكن للأسف حصدت قدامه شيء بشع ومشاعر بشعة وألم ووجع. حصل شرخ كبير جدا في العلاقة ما بينك وما بينه. بقيت حاسس بعدم الأمان، حاسس ان الشخص ده غدار، ممكن يبيعك في أي لحظة، لا يؤتمن، مش قادر ان انت تأمنه على أي حاجة. وشايفة ان انت دلوقتي عايز الشخص ده لازم يثبت لك حسن نيته علشان تقبله في حياتك تاني، لان هو ما عملش حساب اي حاجة، لان هو خذلك كتير. تمام. شايفة ان انت كمان حبك واعجابك ليه قل.
الشخص ده دايما كان بيحاول ان هو يظهر نفسه ان هو الواد اللي مفيش منه، ان هو الجميل اللذيذ الكيوت اللي كل حاجة فيه جميلة. بيحب يكون قدامه وهج. لكن انت خلاص كل حاجة بالنسبة لك انطفت، ما بقاش يجذبك، ما بقتش تحبه، ما بقتش تحس بأي مشاعر ناحيته. وكل ده طبعا بسبب الآلام اللي سببها لك. خلي بالك الشخص ده بيراقبك مراقبة قوية جدا، كارتين هنا طالعين لي مراقبة. الشخص ده بيراقبك مراقبة قوية جدا، هيتجنن ويعرف عنك كل حاجة، لانك انت دلوقتي بقيت بالنسبة له يعني لغز. انت شايفاك ان انت متعمد ان انت تختفي، فهو دلوقتي شايفك ان انت غامض عايز يعرف انت بتعمل ايه. حاسس ان انت ما بقتش الكتاب المفتوح بالنسبة له زي الاول، فده موتره. الشخص ده مشكلته كمان ان هو عنده مشاعر متناقضة. يعني بيشوفك جميل، بيشوفك جذاب، بيشوف فيك كل حاجة حلوة، عندك طيبة وحب ونقاء وصفاء وبراءة. آم، لكن في نفس الوقت بيشوفك برضو ان انت فيك عيوب واوحش واحد في الكون. هو شخص متناقض، بس هو حاسس بكل ده وعارف ومتأكد، وعارف كمان ان انت ضحيت علشانه بحاجات كتير قوي، وشايف ان ضميره بيأنبه على اللي عمله معاك. آم، عايزة اسحب كده كروت كمان عشان اكمل موضوع تأنيب الضمير ده، يتأكد لنا يعني. مم. بالفعل. طيب، زي ما قلت لك هو حاسس بتأنيب الضمير من ناحيتك، لان هو عارف ان هو سبب لك اقصى انواع العذاب والألم، ان مفيش حاجة توصف الألم والعذاب اللي انت تعرضت ليه. تمام. فهو زي ما قلت لك حاسس دلوقتي بتأنيب الضمير وبالذنب، وحاسس ان انت ما كنتش تستاهل كل ده، لان هو وصلك لاقوى مراحل العذاب والألم. هو تسبب لك في ألم كبير جدا 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 ومشاعر سلبية كبيرة جدا جدا. لكن الجميل والحلو قوي قوي ان هو شايفك ان انت ما استسلمتش، شايفك ان انت بقيت قوي، ان انت بقيت مسيطر، ان انت شخص ما بقيتش تقبل الإهانة. تمام. لان زي ما قلت لك هو شخص قوي وبيراقبك دلوقتي وبيشوف تطور حياتك وشايفك ان انت ابتديت تقف على رجلك. حاسس ان انت بقيت شخصيتك اقوى. الجرح ده علمك كتير قوي قوي، وده خلي بالك مخليه منجذب ليك جدا، لان الشخص ده بيحب التحدي، بيحب الاشخاص الاقوياء. طول ما انت قوي بتكون شديد الجاذبيه بالنسبه له، لانك انت كمان ابتديت تنجح في حياتك. زي ما قلت لك هو بيراقبك وشايفك وعارف انت وصلت لايه وعارف انت بتعمل ايه. تمام. فمهما انت كنت غامض ومهما كنت انت بتحاول ان انت تداري، بس هو عارف كل حاجه عنك. تمام. فقوتك دي جاذبه ليك بصوره كبيره جدا جدا. واهم حاجه، اهم ما في الموضوع ان هو حاسس بألمك وحاسس بجرحك. تمام. بس عايزه اقولك على حاجه، ما تقفلش بابك على نفسك، افتح بابك، ما تلجأش للوحده، بلاش القوقعه، بلاش تتقوقع على نفسك. قرب من الناس اللي بيحبوك، ما تعزلش نفسك. حتى لو انت ما عندكش اصدقاء، حاول انت تخلي عندك اصدقاء. حاول انت تنخرط في المجتمع، تكون اجتماعي، تكون صداقات، تعرف ناس، لان هو عزلك عن الناس كلها. كمان خلي بالك الشخصية دي دايما بيحاول ان هو يعزلك عن الناس، عايز يبعدك عن الناس. فهو ممكن يكون يعني خلاك انهيت علاقاتك مع كل اللي حواليك، او خلت كل الناس بعدت عنك. تمام. فانت دلوقتي حاول ان انت تكون علاقات، حاول ان انت تكون صداقات، حاول ان انت تكون اقوى واقوى اقوى. طول ما انت قوي، طول ما هو هيفضل منجذب ليك وهيفضل مجنون عليك وهيفضل منشغل بيك. اوعى تخلي حد يقلل من قدرك. تمام. انت عارف قيمة نفسك، وانت اللي قادر ان انت ترفع قيمة نفسك، ما تخليش حد ان هو يقلل من نفسك. زي ما قلت لك الشخص ده ظلمك ظلم غير طبيعي، عمل فيك كل حاجة، خانك، غدر بيك، وجعك، جرحك، استغلك. شايفة ان العلاقة دي ممكن كان فيها جواز او كان فيها وعود بزواج، كان فيها يعني شيء جدي، لكن طبعا هو غدر بيك وجرحك، وممكن انفصلت او ممكن كان وعدك بالجواز وما عملش الشيء ده، او سابك وبعد عنك وراح شاف شخص تاني. تمام. آه انت برضو خلي بالك رغم الوجع ورغم الجرح ورغم الألم اللي انت تعرضت له، انت طلعت من العلاقة دي كسبت حاجات كتير قوي. كفاية ان انت عرفت نقط ضعفك ونقط قوتك،
واختبرت صلابتك وعرفت قد ايه انت شخص قوي بعد ما عشت الألم ده وبعد ما اتجرحت فيه. تمام. فدي برضو نقطة إيجابية. تمام. بالنسبة بقى لو هو عايز يصلح الأمور ولا لا أو مشاعره ناحيتك، ففعلا أنا شايفة إن هو عايز يرجع لك. شايفة كمان إن هو ممكن يوسط ناس ما بينك وما بينه، ناس مقربين ما بينك وما بينه يتدخلوا في الموضوع. عايز يرجع لك، عايز يصلح الأمور، عايز يصلح ما أفسده، لأن هو عارف إن هو أفسد كتير قوي قوي، فهو عايز يصلح اللي أفسده ده. وشايفة إن في تحسن في العلاقة. بس عايزه اقول لك على حاجه، خلي بالك من نفسك وخلي بالك من صحتك. اهتم بنفسك، اهتم بحياتك، ما تخليش اي حاجه تاثر على نفسك. الاشخاص بتتعوض لكن الصحه لا تعوض، وانت صحتك اهم حاجه، صحتك البدنيه وصحتك النفسيه. حاول ان انت تهتم بيها، لان انت طبعا انا عارفه اللي انت تعرضت له صعب، والوجع اللي انت مريت بيه مش سهل، لكن حاول دايما ان انت تهتم بنفسك وتحب نفسك وتقدر نفسك. ولو حبيت نفسك وقدرت نفسك وكنت قوي، كل اللي حواليك هيحبوك وهيقدروك وهينجذبوا ليك. تمام. طيب حبايب قلبي، اتمنى يا رب ان انا اكون قدرت افيدكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.